السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم مع فيديو جديد. النهارده ان شاء الله معانا عربيه شيري اريزو 5 موديل 2023. بالمناسبه العربيه دي هي الجيل اللي قبله، او هي السنه اللي فاتت، نفس الموديل، مفيش فيه اي اختلاف. هو نفس الموديل بنفس كل حاجه، حتى الاختلاف بين الفئات هو برضه. العربيه بتنزل بثلاث فئات في السوق، هي برضه الاسعار او العربيه نفس العربيه الموديل اللي فات، نفس الفئات، اختلافاتها برضه الفرق بس الاسعار بين الموديل ده والموديل اللي فات. بالنسبه لاسعار الفئات، فاول فئه بتكون عامله 420,000، وثاني فئه بتكون عامله 495,000، وثالث فئه واعلى فئه اللي معانا النهارده بتبقى عامله 520,000، بس دي الاسعار الرسميه. اما اسعار الاوفر برايس لو حضرتك رحت اي معرض هتلاقي العربيه دي عامله 640,000 جنيه مصري. هذا بقى نتكلم على امكانيات الموتور. اول حاجه واحنا بنفتح الكبوت هنلاقي ان في بطانه في الكبوت عشان تعزل الصوت والحراره اللي طالعين من الكبوت عن باقي جسم العربيه، لكن طبعا مفيش مساعدين زي ما احنا شايفين، ده شيء متوقع في عربيه بالفئه دي. برده مفيش تصفيح اسفل المحرك. بالنسبه للموتور فهو قوته واحده في الثلاث فئات. اول فئه بتكون او الثلاث فئات بتكون 1500 سي سي، تنافس طبيعي جدا مش تربو. بالنسبه برده للقوه دي بتطلع قوه 114 حصان، ده في الثلاث فئات. اما بالنسبه للفتيس فده بيكون متوصل بفتيس في الفئه الاولى مانوال، اما الفئه الثانيه والفئه الثالثه فتيس سي في تي عادي جدا. المنظومه دي كلها بتطلع او بتستهلك 7 لتر لكل 100 كيلو في الثلاث فئات. الكبوت فيه عليه خطين، طبعا مديين الكبوت او العربيه شكل رياضي وشكل هجومي وادريسيف كده. بالنسبه لقدام في طبعا شكل الشبكه بتاعت العربيه، شبكه سيمبل جدا عاديه، فيها بس خط من النص ومعاها علامه الشيري في النص. لو نتكلم بقى عن الفوانيس، فالفوانيس المنظومه بتاعتها منظومه LED، ده في الاضواء النهاريه اللي جوه. طبعا احنا بالنهار فمش هتبان قوي الفوانيس انوارها، لكن انا هحاول اصورها لكم برده. الفانوسين اللي على الجنبين، الفانوسين طبعا شكلهم شيك جدا، وفي هنا جوه الفانوس مش عارف هتبان ولا لا كلمه اريزو، شكلها شيك جدا. بالنسبه برده في هنا تحت الاضواء النهاريه اللي في العربيه برده دي شكلها شيك جدا. طبعا دي الاضواء دي بتكون LED، يعني المنظومه اللي فوق دي بتكون هالوجين، اما الاضواء النهاريه LED. بعد كده طبعا برده تحت هنلاقي الفتحات التهويه بتاعت العربيه. طبعا العربيه من قدام شكلها سيمبل جدا، لكن شكلها برده يعتبر هجوم رياضي، مدي برده العربيه شكل جميل جدا. لو هنتكلم بقى عن ابعاد العربيه، اول حاجه هنا بالنسبه لطول العربيه، فطول العربيه بيجي 4 متر و57 سم. لو هنتكلم برضو عن عرض العربيه، عرض العربيه بيجي متر و82 سم. طول قاعده العجلات بيكون 2 متر و67 سم. وبرضو بالنسبه لخلوص الارض بتاع العربيه بيجي خلوص 12 سم و9 او 129 مللي. طبعا خلوص قليل جدا، يعني في عربيات ثانيه BYD تقريبا بتيجي الخلوص بتاعها تقريبا بيبقى 14 سم. الخلوص ده بيجي مع جنود، في الفئه الاولى جنود 15 بوصه، وفي الفئه الثانيه برضو. اما الفئه الثالثه فبتكون الجنود فيها 16 بوصه، الفئه اللي معانا اعلى فئه بتكون الجنود فيها 16 بوصه. لو هنتكلم بقى على جنب العربيه، فهنا في الباب في كيلس انتري في العربيه. طبعا دي الفئه الثالثه، تقريبا الفئه الاولى ما فيهاش الكلام ده. وبالنسبه برضو هنا فوق مفيش روف راكس، لكن في فتحه سقف دي موجوده برضو في الفئه الثالثه بس. ممكن برضو اوريها لكم لما نخش جوه العربيه. الازاز اللي ورا فاميه، الازاز بتاع الظهر هنا برضو هتلاقيه فاميه. لو اتكلمنا بقى على ظهر العربيه فهنلاقي هنا الفوانيس اللي على الجنبين كلمه اريزو 5، وبعد كده ايه العلامه بتاعت الشيري. هنا طبعا في حليه من النيكل اللي فوقيها اللي عند الشنطه. لو هنتكلم بقى عن الشنطه، فالشنطه بتتفتح بطريقتين. طريقه اول واحده في المفتاح، ادي فتحت على الشنطه، وبرده في هنا زرار مش عارف هيبان ولا لا، برده بيتفتح عن طريق الشنطه. المساحه دي طبعا بتكبر، ممكن اكتر مثلا من 700 لتر، مع طي الكنبه الخلفيه ذات نفسها. الشنطه دي زي ما قلنا هي كمان جواها في مش عارف هتبان ولا لا، في جواها وحده اضاءه هالوجين اهي. ده يعتبر التجهيزات اللي جوه الشنطه، مفيش اي حاجه ثانيه. طبعا مساحتها برده كويسه مش وحشه، لكن هنا شفه التحميل هنا يعتبر عاليه، فطبعا هتخلي اللي بيطلع او يحط حاجه بالنسبه له هتعوقه شويه. هنا برده من ضمن التجهيزات اللي موجوده في الفئه الثالثه، مش موجوده في الثانيه ولا الاولى، هي الكاميرا الخلفيه اللي موجوده هنا في العربيه. دي موجوده في الفئه الثالثه بس مش موجوده في الفئتين الاولانيين. هنا برده هنلاقي حساسات ركن خلفيه موجوده تقريبا برده من الفئه الثالثه موجوده برده. احنا كده يعتبر خلصنا العربيه من جوه. هننتقل بقى مع حضراتكم من العربيه من بره، قصدي العربيه من بره. هننتقل ان شاء الله مع حضراتكم من العربيه من جوه. الابواب بتاعت العربيه، الماتيريال هنا يعتبر سوفت، في صوت كده، بس طبعا في هنا تطعيمات من الجلد. طبعا اوكر الباب نيكل. هنا مساحات التخزين يعتبر صغيره، بس تقريبا مساحات التخزين قدام اكبر شويه. طبعا هنا السماعات اللي مكتوب عليها اريزو شكل شيك. الكلام في الفرش هنا فرش جلد، اما الفئه الاولى بيجي فرش قماش، الفئه الثانيه والثالثه بيكون الفرش جلد. لو هنتكلم بقى عن مساحات الكنبه، فانا كده قاعد اهو، في هنا تقريبا 4 صوابع. هنا كرسي السائق الوضع العالي بتاعه، يا ترى قدامه ويرجع ورا. هنا برده مساحه اهي زي ما قلنا
4 صوابع. بالنسبه برده بقى لمساحه السقف ذات نفسها او الهيد روم، المساحه برده هنا كويسه. انا بالنسبه لي انا طولي 180 سم، فطبعا المساحه هنا برده للسقف كويسه. في نفق فتيس مش مرتفع قوي يعني، برده لو شايفينه يعتبر مش مرتفع قوي. وهنا طبعا ما فيش اصلا اي حاجه فتحات تكييف ولا اي حاجه، طبعا العربيه صغيره مش محتاجه بقى فتحات تكييف ولا الكلام ده كله. برده ما فيش هنا تجهيزات، ما فيش هنا مسند يد ولا اي حاجه، ده في الفئات كلها. ده يعتبر فيما يتعلق بالمقصوره اللي ورا او مقصوره الركاب. تعالوا بقى نطلع قدام ونفرجكم على الدنيا قدام. المقصوره الاماميه، مقصوره السائق والركب الامامي. هنا هنبدا ان شاء الله نتكلم في الاول خالص عن هنا بالنسبه لنا في بين الكرسيين القداميين في مسند يد جلد، جواه برده مساحه كويسه جدا ومعقوله. 2 كاب هولدر، فرامل يد عاديه، عصايه الفتيس العاديه جدا اللي في مجرى. هنا في ادي الولاعه، وهنا بعد كده في مدخل اليو اس بي. بعد كده بقى التكييف العادي اللي بيجي بكر برضو. تجهيزات جوه العربيه دي الشاشه اللي موجوده في الفئه الثالثه بس، مش موجوده في الفئه الاولى ولا الفئه الثانيه. شاشه يعتبر هي 5 بوصه، بس هو بيقولوا في البروشور انها 7 بوصه. دي طبعا الشاشه كويسه جدا، فيها الكاربليه هو موجود، وفيها بقى طبعا الاوتو لينك، تقريبا ما فيهاش الاندرويد اوتو. بالنسبه برضو فتحات التكييف اللي موجوده على الجنبين بتوع الشاشه. بعد كده بقى لو انتقلنا هنا شمال شويه هنلاقي شاشه العدادات الانالوج العاديه جدا مش ديجيتال طبعا، فيها طبعا بيانات العربيه. بعد كده هنا الطاره مالتي، طبعا الطاره مالتي في الفئه الثالثه بس عشان طبعا الشاشه، لكن مش موجوده في الفئه الاولى ولا الفئه الثانيه. برضو فتحات التكييف اللي موجوده هنا برضو في جنبين العربيه، فتحات شكلها شيك جدا. هنا طبعا التحكم في المرايات، والتحكم برضو في درجه الاضاءه ذات نفسها. هنا برضو التابلو، هنا برضو الماتيريال بتاع التابلو ماتيريال يعتبر بلاستيك، مش سوفت، هو ماتيريال بلاستيك يعتبر ما فيهوش اي حاجه. هنا برضو من ضمن التجهيزات اللي موجوده في الفئه الثالثه مش موجوده في الفئه الاولى ولا الثانيه، هي فتحه السقف اللي موجوده هنا. فتحه السقف طبعا عاديه جدا، كهرباء مش بانوراما، بس طبعا فتحه سقف شيك جدا. هي بتفتح من هنا وتتقفل برضو من هنا، تجهيز برضو مميز جدا في العربيه. لو هنتكلم بقى اخر حاجه عن عوامل الامان والسلامه في العربيه، فالعربيه بتيجي ب2 ايرباج من اول فئه، اي بي اس اللي هو فرامل منع الانغلاق، وفيها برضو الاي بي دي توزيع قوه الفرامل الكترونيا، فيها برضو الاتزان الالكتروني، فيها ستارت وستوب انجن بس هو مش موجود هنا للاسف، ما اعرفش ازاي. بس هو عامه المفروض انها نازل في البروشور انها فيها ستارت وستوب انجن اللي هو دخول العربيه او اللي هو تشغيل العربيه من غير مفتاح. برضو فيها الكيس انت اللي لسه قايله من شويه، فيها برضو حساسات ركن خلفيه، فيها كاميرا خلفيه في الفئه الثالثه. الفئه الثالثه هي بتزيد فيها حساسات ركن خلفيه، فيها الكاميرا الخلفيه. اما الباكج الباقي اللي هو الايرباجز وبرضو الفرزونه الفرامل موجوده في الفئه الاولى والفئه الثانيه. هنا يعتبر ده بالنسبه مجمل العربيه. العربيه طبعا لو هنتكلم عن مزايا وعيوب، فالعربيه يعتبر الماتيريال بتاعها بلاستيك، يعتبر جواها كله. العربيه برضو الخروج الارض بتاعها قليل 13 بوصه 13 سم. في عربيات ثانيه الخروج بتاعها يعني يعتبر اعلى شويه. الباكج برضو بتاع العوامل الامان والسلامه برضو مش اللي هو، هي فيها اي بي اس واي بي دي ماشي، اللي هو الفرامل منع الانغلاق والفرامل برضو توزيع قوه الفرامل الالكترونيه. بس العربيه برضو كباكج برضو مش قوي، بس طبعا برضو هي يعتبر احسن من العربيات الثانيه مثلا داخل في السبعميات زي اللسان صاري والكلام ده كله. احنا هنا حاولنا نلم لكم العربيه كلها في فيديو قصير جدا برضه عشان ما تزهقوش. لو عجبك الفيديو بقى ادعمنا بلايك ودوس سبسكرايب لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس، ونقابلكم ان شاء الله على فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.